الترجي التونسي مش ممكن يا غشة، مش ممكن. وكان يكون الهدف الثاني. كان يقضي غش على احلام الترجيين في هذه الكرة وهذه الهفة. برشا ارتباك، برشا خوف. هدف الاول زاد طيح لنا المورال. برشا اخطاء فردية في هكذا نهائي، خاصة مع هكذا خصم تولي الامور تخوف. برشا محللين يقيسوا على ماتش سان داونز. يا ولادي راهو سان داونز ما يجيش شيء قدام الاهلي، لانه الاهلي عنده تجربه النهائيات، عنده خبره الشامبيونز ليج. سان داونز اقوى فنيا من الاهلي، ولكن الاهلي اخطر في الكوره وفي المباريات على الترجي. تمشي كره طويله من رامي ربيعه، يضرب كره في خطا للترجي اليوم، في خطا للترجي التونسي على وسام ابو علي. شوف يعمل التكنيك، ترجع الكرة توكاي ولول والعتمة. على الأقل لازم نحاول بروفوكي فاولات تقريبا باش نلعب كرة ثابتة على الأقل، واستغلال أطوال القناة. لحد الآن بعد 150 دقيقة في الفينال 0 ركنية 0 كورنر. باش المركي كرة تماس للترجي التونسي. نصف ساعة في هذا النهائي رسمي الآن. هذا النهائي لن يحسم بركلات الترجيح. لن يجد البرتغالي الثغرة. البرتغال يربح الكونفدرالية فليلتحق به برتغالي آخر هو كاردوزو للتتويج برابطة الأبطال. يكون السوبر برتغالي في حضرة مخرج برتغالي، لكن لحد الآن السويسري هو اللي رابح. ترجع كرة للترجي التونسي من ميش، حط كرة مرياح، ياسين مرياح، تمشي كرة من ياسين، كرة طويلة. الترجي مش قادر يطلع، الكرة القصيرة من الوسط تمام، تكتل وصلابة وسط ملعب النادي الأهلي. وليان شوبير ما يعرفش الخير فيه. وفي السيناريو كان الترجي هو اللي يفكر بالهدف وليلعب أخرى ضغط يكبر على الأهلي، لكن ربك أراد أن يكون الافتتاح للنادي الأهلي. نشوفوا الترجي كيف سيتعامل مع هذه الوضعية. هاني أكرم توفيق يضغط غيلان، ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عن طريق قد يكون تماس للنادي الأهلي. كرة لكريم فؤاد متوسط جدا وهذا منتظر. ديربي عربي في الفينال، الأعصاب مشدودة الجانب التكتيكي يطغى. هدف يجي من خطأ وهو ما كان، من كرة ثابتة وهو ما كان. فكيف سيكون الترجي في قادم الدقائق؟ شوط أول خايبين برشا الأولاد لحد الآن.